التفسير أتقل المواد في المواد الشرعية. تعال أقول لك إزاي تقفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ لا أخفيكم سرا إن مادة التفسير هي مادة رزلة، استغفر الله العظيم، يعني هي مادة صعبة وعايزة مذاكرة ومجهود. طب أعمل إيه عشان أجيب فيها أفضل درجة؟ وأفضل درجة إحنا مش بنتكلم 38 مثلا، إحنا بنتكلم على 40 من 40. أعمل إيه؟ رقم واحد، احفظ السورة مكية ولا مدنية. أنت بتقول إيه؟ والله العظيم احفظ السورة مكية ولا مدنية. رقم اتنين، احفظ عدد آيات السورة. والله انت شكلك جاي تهزر واحنا مش ناقصين اصلا، والله ما بهزر. اسم السورة مكية ولا مدنية، عدد آيات السورة، كده أول حاجتين مهمين جدا. رقم تلاتة، معاني الكلمات تحفظها كويس جدا جدا جدا. وفي معاني كلمات ليها أكتر من معنى، وده على حسب الآية اللي جاية فيها، فركز عليها كويس. رقم أربعة، الإعرابات يا صديقي، احفظ الإعرابات كويس جدا 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 جدا. أذاكرها ازاي؟ رقم خمسة، اقسم كل صورة على يومين، بحيث انك تكثف مجهودك على الصورة دي فتخلصها، فتخش تمتحن شوامل، فتعرف الأخطاء اللي عندك فيها تقويها. شوامل على التفسير كله؟ لا، على الصورة اللي انت خلصتها بس، تشوف الأسئلة جاية عليها ازاي عشان تفرمها كده وتوصلها 100%. تمام. رقم خمسة، أهم ما يرشد إليه الصور، وده تاني لأنه بيطلب منك إنك ممكن تكتب 3 أو 2، يجيلك أسئلة علل عليها، في نقاط كده بيبقى عليها علل. فيديو سريع قلت لك فيه كل اللي انت عايزه تحترفه عن التفسير. متنساش لايك، كومنت، سبسكرايب، رأيك في الكومنتات. السلام.